يا مساء الخير اخواتي بقى، عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده كده قررت ان انا اعمل لكم ايس كوفي بطريقه ستاربكس بالظبط، علشان تعملوه في البيت زي ما هو بيعمله، وده السر العظيم اللي كان نفسي اقوله لكم من زمان. تعالوا اوريكم بقى الطريقه بتتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا، وهنجيب نسكافيه من النوع ده. لو ظرف مش مشكلة، يعني الظرف هيبقى بمعيار معلقة ونص كده من النسكافيه. والسكر بيبقى حسب الرغبة، انا هحط 3 معالق سكر صغيرين تمام اوي كده. وهنكون مجهزين فليفر كراميل، هنحط 30 مللي، يعني معلقة تكون معلقة كده يعني كبيرة شوية. ونقوم حاطين كده صوص كراميل ونحط في الخلاط. ولو مش موجود الصوص الكراميل ممكن نستغنى عنه بأي فليفر من الفانيليا مثلا لو موجود، ولو مش موجود مش مشكلة خالص. بعد كده بقى هناخده وهنروح ناحية المية كده، وهنحط حبة مية صغيرين في معيار ربع كوباية مية، وما نكترش، بس كده قوي. بعد كده بقى هنغطيه وهنسيبه يتضرب في الخلاط لمدة 10 ثواني. تمام اوي كده. احنا كده سيبناه يتضرب لمدة 10 ثواني زي ما انتوا شايفين. طبعا عامل وش اهو كتير قوي، وده المطلوب. دي اول خلطة، دي اول خطوة. تعالوا اقول لكم الخطوة التانية بتتعمل ازاي. هنجيب بقى كوباية عندنا تكون شفاف كده زي دي، او كوباية ازاز او بلاستيك، وهننزل عند الايس ميكر وهناخد نصها او 3/4 يكون تلج. كده حطينا 3/4 الكوبايه تلج. بعد كده بقى هنجيب اللبن بتاعنا وهنحط اللبن يعني يعدي النص كوبايه. تمام اوي كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. حطينا التلج وبعد كده حطينا اللبن، وده المطلوب. بعد كده بقى هنجيب الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه في الخلاط، وهنقلبه كده شويه وهو في الخلاط، وهنقوم نازلين بقى فوق اللبن بتاعنا والتلج زي ما انتوا شايفين بقى كده. ننزل كده، هو مش هيتخالط مع اللبن، يعني زي ما انتوا شايفين كده هيعمل لنا وش عظيم قوي، وهيعمل طبقتين. تمام اوي كده. بعد كده بقى هنجيب رشة كاكاو او نسكويك او صوص كراميل، ممكن نجرنش كده من فوق الوش، حاجات بسيطة قوي وزي ما انتوا شايفين كده. وهو ده المطلوب، حاجة كده عظمة قوي. يا ريت تعملوه كده في البيت بالظبط، هيطلع زي بتاع ستاربكس ويمكن احلى كمان. وبدل ما نشربه بره ب50 وب60 جنيه مش هيكلفنا كده على بعض 10 جنيه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشتركوا بسرعة. كان معاكم احمد الشناوي، بس خلاص.